لو الكلام ده تم فعلا، ان هم سالوه لو ايران ضربت انت هتعمل ايه، فقال لهم مش هعمل حاجه، فقالوا له يفتح الله، والله يا جماعه برافو عليكم، اتمنى تكملوا، لانه هذا السمسار مش بيتربى الا بالعين الحمراء. رجل الاعمال اللي عامل فن الصفقه ما بيفهمش الا اللغه دي. أنا رأيي من رأي أسامة، يعني لماذا يرضى العرب كل هذه الإهانة من المجنون البرتقالي، وأن يضع أمن واستقرار الدول الخليجية على المحك من أجل عيون إسرائيل؟ عدا الإمارات والأردن واللتان كشفت صحيفة وول ستريت جورنال مشاركتهما سرا أو علنا في الحرب. يمكن للدول العربية الأخرى أن توقف ترامب عند حده، فهو لا يمكنه أن يتقدم في هذه الحرب دون استعمال القواعد الأمريكية في بلدانهم أو استعمال مجالهم الجوي. هذا عدا على أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تضغط على ترامب بأوراق أخرى مثل النفط من أجل إيقاف هذه الحرب، والتي يمكن أن تحرق المنطقة بكلها. أترككم مع أسامة في تحليله لخطاب ترامب الوقح وعدم اكتراثه بأمن ومصالح الدول العربية. لو دول الخليج استمرت في رفض استخدام الولايات المتحدة لقواعدها، فما فيش عودة للحرب تاني، وما فيش مشروع حرية بحري ولا فتح مضيق هرمز. لكن لو دول الخليج رضخت أو تراجعت أو رجعت أو فكرت أو ترددت أو قبلت الطلب الأمريكي بفتح القواعد مرة تانية والمجال الجوي، معنى كده أن الحرب راجعة، معنى كده أن مشروع الحرية راجع. السعوديين وحلفائهم الخليجيين اتكلموا مع مسؤولي إدارة ترامب ومسؤولي الجيش الأمريكي، عبروا لهم عن مخاوف حقيقية من أن هذه العملية شديدة الخطورة، وأنه رد الولايات المتحدة على أي عدوان إيراني مرتبط بالعملية هيكون عامل إزاي. الجانب الأمريكي قال لهم إحنا بنحاول نتوصل لاتفاق سلام، والولايات المتحدة على الأرجح لن ترد على الضربات الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية في المنطقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ملناش دعوة بيكوا يا باشا، إحنا هنضرب إيران وهنجبرها على فتح المضيق، بس لو أنتوا اتضربتوا إحنا ملناش دعوة بيكوا. يعني ترامب بيقول لدول الخليج إنه راجل ندل، إنه هيبيعهم وفقا للMBC نيوز. إيران هتضربنا، هتضرب قواعد، هتضرب منشآت نفطية. ايه العمل؟ والله مفيش عمل، انا مش هعمل حاجة. يعني ايه مش هتعمل حاجة؟ يعني مش هعمل حاجة. انا محتاج منك تفتح لي المجال الجوي بتاعك، ومحتاج منك تفتح لي القواعد عشان اطلع اضرب ايران الوحشة وافتح المضيق. ايوه سيادتك، ايران الوحشة هتضربنا، هتعتبرنا احنا الوحشين وهتقصف اماكن عندنا. يعني كل واحد يكفي نفسه يا اولاد. طب خلاص، طالما كل واحد يكفي نفسه فلا مجال الجوي مفتوح ولا قواعد العسكرية تستخدمها، واطلع بره. ده ملخص الحكاية يعني بالبلدي. والله يا جماعة لو ده حصل للمرة التانية، بقول MBC دلوقتي بتضيف على الكلام اللي قلناه اول امبارح ان السعودية رفضت امام ترامب واوقفت مشروع الحريه. لو الكلام ده تم فعلا، ان هم سالوه لو ايران ضربت انت هتعمل ايه، فقال لهم مش هعمل حاجه، فقالوا له يفتح الله، والله يا جماعه برافو عليكم، اتمنى تكملوا، لانه هذا السمسار مش بيتربى الا بالعين الحمراء. رجل الاعمال اللي عامل فن الصفقه ما بيفهمش الا اللغه دي، ما بيفهمش الا طرف قوي في المفاوضات. هتقعد تقول له فخامة الرئيس اديك تريليون اديك 2، هيقول لك هات 6 وهعمل اللي انا عايزه. هتقول له ما عنديش ولا سنت تاخده واطلع بره من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه، هيقول لك شبيك لبيك ترامب بين ايديك، اؤمر بس قول لي انت عايز ايه. وقف حرب، وقف حرب، وقف مشروع حريه، وقف مشروع حريه. والكلام هنا مش عن المملكه العربيه السعوديه، الكلام عن كل دول الخليج ما عدا حكام ابو ظبي، لانه يعني جماعه دول خلاص ما فيش فيهم رجع.